السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هعمل لكم حاجة مفيش اتنين بيختلفوا عليها. الكنتاكي تحفة 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 فعلا زي ما الكتاب بيقول. بصوا بقى، انا جبت وراك لان عندي ما بيحبوش الصدور، يعني بعملها بانيه او كفتة او ستريبس، يعني اي حاجة تانية غير ان هم ياكلوها كده. المهم جبت الوراك، غسلتها كويس وهتنقعيها بقى في مية وملح شوية كده، وبعد كده بتصفيها. ولو عايزة تعملي فرخة كاملة، بتجيبي الفرخة وبتقسميها على 10 قطع، يعني الورك بتقسميه اتنين، الدبوسة والحتة التانية دي لوحدها، والصدر بتقسميه على 3، بتعملي الجناح قطعة وبتقسمي الصدر نفسه بقى على 2. شوفوا بقى، انا هنا عملت الورك قسمته 2، وبخلي على العظمة بتاعة الورك كده وبتاعة الدبوسة، وبشرحها من بره. ماشي. بحاول ابين العظمة كده، وبشرح الورك من بره. تمام. في حته عامله زي الكبده كده بتبقى في الورك دي، يا ريت نشيلها، لان هي بتسود العظم بتاع الفراخ في التسويه، بتخليه لونه اسود كده ومش حلو. لو خدتوا بالكم هتلاقوني شايلاها من الورك. شوفوا زي ما انا بعمل كده. بشرح الورك الدبوسه، وبحاول ابين العظمه، ما بنخليش العظمه ماسكه في اللحم، بنبين العظمة كده. الطريقة دي يا بنات هتلاقوها تحفة جدا، جربوها والله بجد هتلاقوها زي كنتاكي بالظبط. شوفوا العظمة انا ماسكاها في ايدي بره اهي. كده خلاص انا عملت الكمية كلها. التتبيلة بقى، مج صغير كده او فنجان قهوة مثلا، بنملاه لبن، ونص فنجان خل. لو ما عندكيش لبن وعندك زبادي تمام. انا ما كانش عندي زبادي فحطيت لبن، وحطيت عليه الخل والليمون. تمام. بس الخل والليمون ده اساسي حتى لو حطيتي زبادي. بقيت التتبيله بقى عندي ملح وفلفل وكمون، لا مفيش كمون، ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وكاري. تمام. وبحط انا حطيت معلقه صغيره شطه، بس هي ما خلتش الفراخ يعني حرة قوي، ما خلتهاش مشطشطة قوي يعني. عايزة انت بقى تزودي الشطة، حطي معلقة كبيرة، حطي معلقة كبيرة. تمام كده. انا قلبت التتبيلة كلها، نحطها بقى على الفراخ، واحاول اخليها كده. يعني بصوا، التتبيلة كلها تنزل في الفراخ. ادعكي بقى، ادعكي جامد، ودخلي في الشقوق اللي عملناها، ودخلي جوه عند العظم، وادعكي جامد في التتبيلة. خلي الفراخ كلها تدخل جوه التتبيلة، تدخل جوه القطع الفراخ، وتدخل لحد العظم من جوه، علشان بعد كده ما ايه، اللحم من جوه تلاقيه شارب من التتبيلة بتاعت اللي انت عملتيها. كده بتبلها كويس قوي قوي كده. بعد كده هدخلها بقى التلاجة، ويا ريت الخطوة دي بقى بتكون قبلها بيوم، يعني انا عملتها بالليل وتاني يوم سويت، ما سويتش في وقتها، يعني قعدت في التتبيلة عندي حوالي 15 ساعة يا بنات. كان طعمها تحفة تحفة. تمام. غطيتها بقى، حطيتها في التلاجة لحد تاني يوم. بجيب بقى حوالي كوبايتين او 3 دقيق، وعليهم معلقتين نشا، ونفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ بحطها على الدقيق. تمام. كوبايتين دقيق وعليهم معلقتين نشا، وبحط بقى توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسمر وبابريكا وكاري، ومعلقة صغيرة شطة. بقلب ده كله كويس قوي. وعندي كمان طبق كده بحط فيه مية تكون ساقعة ساقعة ساقعة، يعني جايباها من الفريزر. تمام. هنقلب بقى قطع الفراخ دي جامد جامد كويس قوي. انتي بت بتقلبي الفراخ في الدقيق، وبعد كده بتحطيها في المية. تقلبي الفراخ في الدقيق وبعد كده بتحطيها في المية، بس بتضغطي بقى
يعني انت قلبتي الفراخ في الدقيق وحطيتيها في الميه، اضغطي بقى على قطع الفراخ جامد جامد، بهدليها في الدقيق يعني فاهماني، بهدلي قطع الفراخ في الدقيق. هي الخطوه دي اهم خطوه يا بنات. اضغطي جامد قوي قوي على قطع الفراخ وامليها جامد بالدقيق، خليها مليانه جامد جامد يعني. قلبي جامد ونفضيها وارجعي اعمليها تاني، ونفضيها وارجعي اعمليها تاني. ما تحطيش في الميه كل ده في الدقيق، يعني بنحطها مره واحده بس في الدقيق وبعد كده نحطها في الميه، وبعدين نفضل بقى نقلب فيها في الدقيق. الخطوه دي مهمه جدا، هي اللي بتخليلك القرمشه بتاعت الفراخ من بره كده زي ما بنشتريها بالظبط. شوفوا الزيت مولعاه جنبي اهو علشان يكون حامي قوي، وحاطه فيه مصفى ماشي. وانا بسوي في حله مش في طاسه علشان الزيت يبقى غزير لتحت كده، مش مفرود. تمام. وحاطه فيه مصفى، المصفى دي بتشتريها لوحدها او اوقات بتيجي مع اطقم الحلل يعني. لو مش متوفر عندك المصفى دي خلاص تمام مفيش مشكله، حطي بس في الحله وخلاص. اهم حاجه تكون حله مش يعني الفراخ ما تنزلش فيها من تحت وتلزق يعني. شوفوا انا بنفض الفراخ كده ولما بلاقي في حتت لسه ما جاش عليها دقيق او الدقيق طلع في التنفيض برجع احط تاني. زي ما قلت لكم دي اهم خطوه. الزيت بقى لما بيسخن جامد قوي 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 يعني بنروح مدين للفراخ صدمه، بندي بقى للفراخ ايه صدمه في الزيت. تمام كده. هنحط بقى ايه الفراخ في الزيت، بنديله صدمة كده وهو بيغلي جامد كده. نحط قطع الفراخ وبنخليها عالية، النار عالية يدوب دقيقة. بعد كده بنوطي النار ونغطي الحلة بالغطا بتاعها. تمام. يدوب حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة، وبنرجع نعلي النار تاني علشان كده بتكون استوت، فمش عايزينها بقى تشرب زيت، فبنعلي النار تاني. بعد كده بنشيلها من النار. شوفوا انا غطيتها اهو، شوفوا لونها بقى ذهبي جميل. انت لما تكشفي الغطا وتلاقيها لسه يعني حسيتي انها لسه مستوت سيبيها شويه، بس هي لو باتت في التتبيله مش هتاخد معاكي سوا اكتر من 10 دقايق. تمام كده. انا بغطيها تاني، حسيت ان هي لسه لها شويه يعني. كده انا كنت عملت بقيه الفراخ كلها بقى وانا واقفه مستنيه اول مقلب يستوي. كده اول مقلب خلاص تمام خالص وبقى تحفه جدا ومقرمش. فانا بقى شلت الغطا وعليت النار علشان خلاص هي استوت، فانا عليت النار علشان ما تشربش بقى زيت. تمام كده. وشلتها بقى من النار من الزيت. شوفوا بقى شكلها تحفه تحفه خطيره جميله جدا، وناشفه كده ومقرمشه من بره ومن جوه فظيعه. مش عارفه انتوا هتسمعوا الخربشه بتاعتها ولا لا. انا هنا كنت بحاول اسمعكم صوت القرمشه بتاعتها من بره. شوفوا انا هفتح لكم هنا قطعه الفراخ، اصل طبيعي الدبوسه هتكون استوت، اهم حاجه القطعه دي. شوفوا كده، شوفوا العظمه اللي فتحنا عليها مفيش ولا نقطه دم ومستويه. دابت يا جماعه تحفه والله. جربوها كده هتلاقوها احسن من كنتاكي وهتبطلوا تشتروه من بره. لو اول مره تشوفوا القناه، لو الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك للقناه، وبألف هنا وشفا.